بس انت ممكن تكسب كتير وتشتغل قليل. انت مش هتلحق ان انت تشوف المنتجات دي وتراقبها في مخازن امازون قبل ما توصل للعميل، فلو في مشاكل وفي مسترجع للمنتج، المنتج ده هيتشحن دولي تاني، ودي تكلفة كبيرة قوي عليك. ده غير الوقت اللي انت ممكن تخسره بسبب ترجيع المنتج ده. انت بتخسر تقريبا كل المميزات اللي اتكلمنا عليها في فيديو امازون اف بي اي. طيب انت اتقفلت من دروب شيبينج وما بقتش حابه. هو بصراحة لسه في مميزات ممكن تناسب بعض الناس. اولا بتوفر تكاليفه قليلة قوي مقارنة بالطرق التانية في التجارة. زي ما قلنا مش محتاج يكون ليك براند مخصوص تصرف عليه كتير، انت ممكن تبيع بالجملة من غير ما يكون لك براند واضح. سهل انك تقدر تلاقي منتجات من الموردين وتحطها على امازون وتلاقي ناس بتشتري عادي من غير تفكير. انتوا اكيد عارفين احنا بننصح بايه وايه هو المضمون وربحه بيكون قد ايه، ويعني معروف ان هو امازون اف بي اي بيكون اضعف. الكورس اصلا اسمه سلزجي اف بي اي اللي هو احنا بنتكلم على ده. فانت عايز تعرف تفاصيل اكتر وتشتري الكورس وتدخل التجربه بتاعت الامازون اف بي اي، انصحك تدخل على سلزجي.com وتبدا الكورس بتاعك دلوقتي. وجود لك.